من اكتر الحاجات اللي ناس كتير بتتلخبط فيها لحد دلوقتي وهي موضوع الامتداد في عقود الايجار القديم. يعني انتوا عارفين ان اي علاقة ايجارية بتكون ما بين مالك اصلي وما بين مستأجر اصلي. طيب في حالة الوفاة ايه اللي بيحصل للورثة؟ هل ليهم الحق في الامتداد؟ يعني مين الورثة اللي ليهم الحق ان هم يكملوا في الشقة بعد وفاة المستأجر الاصلي؟ وكمان ايه مصيرهم بعد التعديلات الجديدة اللي حصلت في قوانين الإيجار القديمة؟ خلينا نفهمها كده مع بعض واحدة واحدة. أولا، يعني ايه امتداد أصلا في القانون؟ الامتداد يعني ان العقد ما بيخلصش بوفاة أحد الطرفين، هو المستأجر أو المالك، لا، لكن العقد ده بينتقل لبعض أقارب المتوفي اللي كانوا عايشين معاه في نفس الشقة وقت وفاته. وركزوا بقى معايا في نقطة ان هم كانوا عايشين معاه قبل ما يتوفى في نفس الشقة. طيب سؤال تاني، مين هم الأشخاص اللي ليهم الحق في الامتداد القانوني؟ يعني أي حد أو أي درجة كانوا عايشين مع المستأجر الأصلي ليهم الحق. في القانون القديم الامتداد كان بيشمل فئة كبيرة جدا من الناس، زي مين؟ الزوج طبعا أو الزوجة اللي كانوا عايشين مع المستأجر في الشقة. 2، الأولاد اللي كانوا عايشين مع المستأجر إقامة فعلية وقت وفاته، يعني ما كانوش بيروحوا وبيجوا، لا، هم كانوا فعلا عايشين مع المستأجر قبل وفاته. وكمان الوالدين، يعني الأب والأم لو كانوا عايشين مع المستأجر الأصلي ليهم الحق في الامتداد. في بعض بقى الحالات النادرة زي الإخوات أو الأقارب من الدرجة الأولى، لو ثبتوا إنهم كانوا عايشين مع المستأجر الأصلي قبل وفاته في الشقة ليهم حق الامتداد. يعني باختصار أي حد كان ساكن فعلا مع المستأجر وقت ما توفى ممكن العقد يمتد إليه. ايه اللي اتغير بعد التعديلات الجديدة؟ احنا كده خلاص عرفنا مين هم الورثة اللي ليهم حق الامتداد وايه هو الشرط الأساسي ان انت تكون عايش إقامة فعلية مع المستأجر قبل ما يتوفى في الشقة. القانون الجديد بقى يا جماعة قلل جدا من حالات الامتداد اللي احنا اتكلمنا عليها وخلى الموضوع أوضح وأضيق شوية. ليه؟ علشان يوقف التوريث المستمر. طب ايه هي التغييرات اللي حصلت؟ اولا قالك الامتداد ده بقى مرة واحدة فقط بعد وفاة المستأجر الاصلي. يعني لو الاب اتوفى الشقة بتمتد لمين؟ لزوجته او ابنه اللي عايشين معاه. لكن لو الابن او الزوجة دي كمان اتوفت خلاص كده العقد بينتهي ومفيش امتداد تاني. يعني الامتداد هيتوقف عند الجيل الاول. اللي عايز يمد العقد يثبت ان هو كان مقيم فعلا في الشقة قبل وفاة المستأجر الاصلي. ده الشرط الوحيد وده الحل الوحيد، انك تثبت ان انت كنت عايش مع المستأجر الاصلي. طيب اثبتها ازاي؟ لو انت عايز تثبت ان انت كنت مقيم في الشقة دي وعايز تثبت ان انت ليك حق الامتداد لازم تجيب اي دليل من الادلة دي، فواتير كهرباء او مية او شهادة من الجيران، طبعا بتثبتها في المحكمة، او بطاقتك يكون فيها نفس العنوان بتاع الشقة. طيب القانون قال ان 7 سنين للشقق السكني وهتنتهي عقود الايجار القديمة، فبعد 7 سنين من دلوقتي العقود القديمة كلها هتنتهي تلقائي حتى لو الوريث عايش جوه الشقة. يعني احنا بنتكلم كل ده في ال7 سنين الجايين. الشقة هتنتهي عقدها رسمي وقانوني بعد 7 سنوات من دلوقتي. برضو قبل ما ننهي كده نقول لكم مثال يوضح الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها. لو المستأجر مثلا اتوفى في 2023 وكان ساكن معاه ابنه، تمام كده، يعني هو مأجر شقة إيجار قديم وساكن معاه ابنه ليه حق الامتداد مرة واحدة. فلو الأب توفى الابن ليه حق الامتداد عادي، لكن لو الولد كمان توفى العقد هنا بينتهي قبل ال7 سنين اللي هو القانون اتكلم عليهم. تاني، لو راجل مأجر شقة إيجار قديم وعايش معاه ابنه، الراجل اتوفى كده، المستأجر الأصلي اتوفى، مين موجود في الشقة دلوقتي؟ ابن الراجل. طيب لو ابن الراجل كمان اتوفى خلاص كده عقد الإيجار بينتهي حتى قبل ال7 سنين ما ينتهوا، تمام؟ ولو المستأجر الأصلي بقى لسه عايش محدش اتوفى منهم فالعقد هيكمل لحد انتهاء المدة الانتقالية اللي القانون حددها. مصير الناس بقى اللي ساكنين في شقق الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة زي ما اتكلمنا، الناس اللي ساكنين فعلا ومقيمين إقامة دائمة هيكملوا فترة انتقالية حددها القانون 7 سنين، بعد كده العقد هينتهي تلقائي.
والمالك ليه الحق ان هو يسترد الشقة قانوني بعد 7 سنوات من دلوقتي. النقطة التانية ان مفيش اي امتداد بعد كده لأي شخص تاني مهما كانت درجته او مهما كانت صلته. ان الشرط الوحيد ان انت تكون مقيم فعلا مع المستأجر الاصلي قبل وفاته. فلو المالك حاول يطلعك، اثبت ان انت كنت مقيم فعلا في العين دي بطرق الاثبات اللي كلمتك عليها، بصور ايصالات المرافق او بشهاده من الجيران او بمحل اقامتك اللي مكتوب في بطاقتك. زي ما اتكلمنا ان القانون هو اللي حدد الفتره، فالمالك ملهوش حق ان هو يطلعك قبل الفتره اللي القانون حددها، وهي 7 سنوات للشقق السكني و5 سنوات للشقق الغير سكني والمحلات التجاريه. الخلاصة ان الامتداد زمان كان مفتوح، دلوقتي بقى محدود ومرة واحدة بس، واتكلمنا وشرحنا عن النقطة دي. النقطة التانية ان الاثبات ان انت كنت مقيم في الشقة لازم يكون اثبات اقامتك الفعلية عن طريق احد طرق الاثبات اللي كلمتك عليها. بعد 7 سنين من دلوقتي كل عقود الايجار القديمة هتنتهي، سواء كنت مستأجر اصلي او من ضمن الورثة اللي ممتد اليهم عقد الايجار.